جاك السفاح المجرم اللي نشر الرعب في شوارع لندن سنة 1888 وكان هو القاتل المشهور في تاريخ بريطانيا، وأغلبية الضحايا ديالو كانوا من النساء والبنات، وكان ديما كيلعب ويتفلى مع البوليس وصيفط لهم رسائل خفية وكيقول فيها عمركم ما غادي تقدروا تشدوني. ولكن الصدمة الكبيرة هو أنه إلى يومنا هذا عمرهم ما قدروا يشدوه ولا يعرفوا الهوية ديال هذا المجرم. القصة ديالنا كتبدا في عام 1888 في واحد الحي فقير في لندن سميتو وايت شابيل. كانت البداية ديال واحد من أخطر الكوابيس اللي عرفها التاريخ، ليل مظلم، شوارع خاوية وضباب كيغطي كل شيء. وفي 31 غشت 1888 البوليس غادي يلقاو واحد البنت ميتة بواحد الطريقة اللي بشعة ومقطعة طروفها كتار، سميتها ماري آن نيكولز. لقاوها في زنقة مظلمة وكان واضح أن القاتل ماشي إنسان عادي. طريقة كانت صادمة وكتبين أن القاتل عنده معرفة بالتشريح، ومن ثم بدات جرائم غامضة كتوقع وحدة مورا وحدة. الشرطة كتلقى ضحايا ولكن القاتل بحال إلى الأرض بلعاتو. وهنا تزاد الاسم اللي غادي يرعب العالم كامل، جاك السفاح. ومن بعد سيمانة بالضبط لقات الشرطة ضحية أخرى مليوحة في واحد الواد تحت القنطرة، ما كان حتى شي دليل واضح، لا شهود ولا آثار. ومن بعد أيام جريمة أخرى، ومن بعد الرابعة وحتى الخامسة، والضحايا كاملين كانوا نساء: ماريا نيكولز، آني تشابمان، إليزابيث سترايد، كاثرين إيدوز، ماري جين كيلي. كلهم نساء فقراء كيعيشوا في وايت شابل وكيخرجوا في الليل. البوليس بقاو مصدومين، ما عرفوش باش تبلاو وكيفاش يحلوا هاد القضية. الخوف بدا كينتشر بين الناس، النساء ما بقاوش كيخرجوا بالليل والمدينة ولات بحال شي فيلم رعب حقيقي. ولكن أخطر حاجة ماشي غير الجرائم بل الرسائل اللي وصلت للشرطة. واحد النهار جاهم خطاب مكتوب بطريقة غريبة وفيه رسالة كتقول: أنا عاجبني هادشي اللي كندير وانتوما ما عمركم غادي تلقاوني، وإلا حاولتوا فممكن تكونوا من الضحايا اللي غنقتلهم. في الاخر ديال الرسالة كانت موقعة باسم جاك دي ريبر. من ذاك النهار هاد الاسم بقى محفور في التاريخ. بعض الرسائل كانت كتستفز الشرطة وكأنه القاتل كيتحداهم ويقول لهم عمركم ما غادي تقدروا تشدوني. الشرطة حرفيا دارت كل شيء، تحقيقات، اعتقالات، تفتيش شامل للمدينة كاملة، ولكن بلا فائدة. حتى واحد ما قدر يعرف شكون هو جاك السفاح. الناس كلهم بقاو كيدويو، كاين اللي قالوا طبيب، كاين اللي قالوا جزار، وكاينين حتى اللي قالوا انه من الطبقة الراقية، ولكن ما كاين حتى شي دليل قاطع. الناس عاشوا في خوف حقيقي، اي واحد غريب ممكن يكون هو القاتل. الصحافة شعلات العافية، كل نهار اخبار جديدة، اشاعات، نظريات، والمدينة ولات كتعيش في واحد الجو ديال الرعب المستمر. وفجأة بحال إلا شي حاجة وقعات، الجرائم حبسات، جاك السفاح اختفى بلا ما يخلي حتى شي اثار. دازوا بزاف ديال السنوات، وتخيل معايا داز 100 عام كاملة ومع ذلك بقاو الناس كيحاولوا يحلوا اللغز. المشكل الكبير في هذه القصة هو انه حتى واحد ما عارف شكون هو جاك السفاح، حيتاش ما عندوش ماضي معروف وما عندوش اسم حقيقي، وكأنه واحد المجرم اللي بان فجأة وغبر فجأة. وكانت الإخوان هذه نهاية القصة ديالنا. كنتمنى انه تعجبكم فعلا، راه القصه حقيقيه ديال هذا السيد. ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وسبسكرايب، وما تنساوش كذلك واهم حاجه كتبوا لي في التعليقات واصل حتى تصل باش نتاكد انكم وصلتوا لحتى نهايه الفيديو. ما علي الا نقول لكم تهلاو، تلقاو القصه الجايه ان شاء الله.